السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في وصفة جديدة من وصفات زينب كيتشن. في هذا الفيديو راح نحضروا مع بعض معسلات مقرمشين ومرقين وبمكونات جد بسيطة ومتوفرة في كل بيت. ولهذه الوصفة نحتاج إلى كوبين فرينة، الكوب اللي يرفد 200 مليلتر، قرصة ملح، ملعقة كبيرة زبدة ولبني. نجمع الكل ونحاول ندخل الزبدة في الفرينة. بعد ذلك نجمع العجين بالماء تدريجيا ونلم العجينة، لازم تكون طرية وما تلصقش. نعجنها شوية بيدي ونشكل حربوش، نقطعه إلى 4 قطع متساوية، ثم نحكم كل قطعة ونعاود نشكلها حربوش آخر ونقطعه إلى 3 قطع متساوية، نشكلهم كرات ونحطهم على جنب. بعد ما شكلتهم كامل خليتهم ارتاحوا، نبسط كل كرة بالمايزينا ونحلها رقيقة بهذا الشكل، ونكمل الباقي بنفس الطريقة. نحط كل 3 ورقات فوق بعض، وبين كل وحدة نحط المايزينا من أجل التوريق. نحل كل 3 ورقات حتى نتحصل على وحدة كبيرة. نلويها من تحت لفوق. وقبل ما نكمل ندهن بالماء باش ما يتفتحوش. نعاود نبسطها بهذا الشكل. ونقطع مستطيلات صغار كما راكم تشوفوا. ومباشرة نقليهم في زيت مش سخونة بزاف وعلى نار متوسطة، غير نشوفهم تنفخوا نبدأ نقلب فيهم حتى يحمروا من الجهتين. غير يحمروا نكترهم ملح من الزيت ومباشرة نعسلهم. بالنسبة للعسل من الأحسن المنزلي كنت حضرته معكم في فيديو سابق، نخلي لكم الرابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف. بعد ما عسلتهم نزينهم بالجلجلان كما راكم تشوفوا، يجوا فارغين من الداخل ومورقين، يجوا بزاف خفاف، مناسبين جدا لسهرتكم الرمضانية. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. انتظروني في فيديو قادم، مع السلامة.